السلام عليكم أصدقائي. اليوم غادي نوجد معكم وصفة ديال البقلاوة أو البحلاوة بالكاوكاو واللوز. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. عندي في المقادير ديال العجينة ديال البقلاوة نص كيلو ديال الطحين، 2 كيسان ونص ديال الماء دافي، معلقة كبيرة ديال السنيدة، معلقة صغيرة ديال الملحة، 2 كيسان ديال الماء زهر، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة اللي غادي نضيف من بعد ما نعجن. في واحد الاناء اللي غادي نعجن فيه غادي ندير الطحين، 2 زلايف يعني زلافه فيها ربعة، نص كيلو ديال الطحين، معلقه ديال سنيده، معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه صغيره ديال الملحه، و2 معالق ديال ماء زهر. صافي غادي نبقى نعجن بالماء دافي. في الاول كنخلط بالمعلقه، من بعد غادي نعجن بيدي. اذا درت الكاس الاول، دابا غادي ندير الكاس الثاني. الماء دافي بالطبع. دابا غادي نزيد الكاس الثالث ونشوف شحال غيكفيني. بشويه بشويه كنضيف الماء باش نتحكم في الليونه ديالو، ما خصوش يكون جاري وما خصوش يكون قاصح. اذا العجينه غادي نعجنها دابا بيدي، نحاول نجمعها ونضيف الماء بشويه بشويه. اذا هاد الوصفه ديال البقلاوه من المعسلات ديال رمضان، ممكن تحضروها للعيد، كتجي لذيذه. نتمنى انكم تجربوها. تقدروا ديروها بالعجينه ديال الفيلو الا ما توفرتش عندكم، ولا ما قدرتوش ديروا العجينه ديال البقلاوه، ممكن تشريو الفيلو. اذا غادي نعجن مزيان، ندلك بيدي ونبقى نزيد الماء بشويه بشويه. العجينه خصها تكون لينه باش تعطيني الطوع. اذا درت 2 كيسان ونص ديال الماء، كما كتشوفوا الليونه ديالها كنقيسها بيدي باش نوريكم كيفاش خصها تكون. القوام هو هذا. دابا غادي نغطيها بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح لمده 10 ديال الدقائق. من بعد ما ارتاحت ليا العجينه لمده 10 ديال الدقائق، غادي نضيف معلقه كبيره ديال الزبده، نحاول نخلطها معها. خلط الزبده مع العجينه باطراف الاصابع. صافي، ونغطيها مره اخرى بلاستيك غذائي ونخليها ترتاح لمده 20 دقيقه او 30 دقيقه. قداش ما ارتاحت كيكون احسن باش تجيني سهله ملي نكون كندلكها ونطلقها بالمدلك. صافي، الزبده دخلتها مزيان في العجين. غادي نغطي الاناء بالبلاستيك الغذائي، نزيرها مزيان ونخليها ترتاح. من بعد 30 دقيقه بالضبط، يعني خليتها اكثر من 20 دقيقه، خليتها 30 دقيقه، غنجيب مايزينا او نشا الذره وغادي نطلق العجينه ديالي. نحاول نقسمها ل 12 قطعه كما غتشوفوا. على سطح العمل رشيت مايزينا النشا وطلقت العجينه ديالي. نسيت ما صورتش هاد اللقطه، ما تصورتش ليا. تنحيت العجينه، حاولت ندير واحد الحربول وقطعته ل 12 قطعه. المهم غادي ندير 12 قطعه.
نحاول نجمعهم باطراف الاصابع، ندير كويرات تكون في نفس الحجم ونحطها على جنب. وديما كنستعمل النشا وانا كنرش سطح العمل بالنشا باش ما تلصقش ليا. اذا غادي نصاوب 12 قطعه من هذاك العجين، نحاول نقادهم باش يولوا متساويين، عيني ميزاني، يعني ما كنديرش العبار، عيني ميزاني. من بعد غادي نطلقهم بالمدلك كل 6 القطع على حده. غادي تشوفوا التتمه في الفيديو ان شاء الله. حاولت ما نسرعش في الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل وجميع المراحل تحضير العجينه، لان هي اصعب مرحله هي العجينه ديال البقلاوه. ممكن ديروا عجينه الفيلو، غير هي هاد العجينه اللي كنصاوبوا في الدار كتكون احسن. اذا كنحاول نجمع القطع الصغيره مع الكبيره باش تعطيني نفس الحجم، حيت في الاول جاتني اكثر من 12 قطعه. دابا كنحاول ندير 12 قطعه من داك العجينه اللي عندي. كما تشوفوا درت 12 قطعه ديال العجينه، وغادي ندير في التبصيل رشيت شويه ديال النشا، غادي نبقى نطلقهم بشويه بشويه. اذا ديما المدلك غادي نطلقهم في المرحله الاولى غير شويه دوائر صغيره، كنحاول نطلق الجنبات باش ما يبقاش عندي داك السمك غليظ. كنطلق الجوانب ديال الدائره. الدائره اللي طلقتها غنحطها في الصحن اللي رشيت عليه النشا. كنستعن بالنشا باش ما تلصقش ليا العجينه في سطح العمل. غادي ندير 6 ديال القطع، نطلقهم بشويه بشويه وندير وحده فوق وحده في الصحن اللي وريتكم. اذا كل 6 ديال القطع على حده. كنطلق بالمدلك الجوانب باش ما يبقاوش عندي غلاض، يعني المدلك كنحطو في الوسط وكنضرب الجناب كما كتشوفوا. الجوانب هي اللي كتكون غليظه، اذا كنطلقها بالمدلك من الوسط، كنحط المدلك في الوسط ونحركوا الجوانب كما كتشوفوا، يعني الدائره في الوسط كنضرب الجنبات بالمدلك وانا كنرش بالنشا. غنستمر بهذه الطريقه حتى غادي نسالي القطع كلها. اذا هنايا درت 6 ديال القطع كما كتشوفوا، وحطيتها في الطبسيل اللي رشيته بالنشا. غادي نطلق بقيه ديال القطع ونحطها في طبسيل واحد اخر. ديما كنضرب الجناب باش ما يبقاوش عندي غلاض. كنحط المدلك في الوسط ونحركو الجوانب باش ندير دوائر اللي تكون متساويه وفي نفس السمك. ديما كنرش سطح العمل ونرش فوق العجينه باش ما تلصقش، وندير وحده فوق وحده. اذا كنحطهم في هذاك الصحن دوائر وحده فوق وحده. كتبغي شويه ديال الجهد وكتبغي الصبر، ولكن كتصاوبوا شي حاجه
اللي يعني في الدار مضمونه، كتشوفوها كيفاش خدمتوها من الاول بيديكم. حاولت ما نسرعش في الفيديو باش تشوفوا جميع التفاصيل، خاصة المتابعات ديالي اللي ديما كيطلبوني على تحضير هاد الوصفات، كيطلبوني باش نشرح شرح يعني وانا تنهضر. انا غالبا كنكتب. درت 6 ديال القطع في كل صحن اللي رشيته بالنشا، وغادي نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا. قداش ما خليتوهم يرتاحوا غيعطيكم الطوع باش تلقوهم مره اخرى. دابا غادي ندوب الزبده ونحاول ندهن ما بين، نحاول نحط بقطعه بقطعه مره اخرى وندهن بالزبده المذابه كما كتشوف باش ما يتلصقوش ليا. اذا غادي نحط قطعه فوق قطعه وانا كندهن بالزبده اللي ذوبتها. غنستمر في نفس العمليه، نحط كل قطعه وندهن بالزبده حتى نسالي المجموعه الاولى اللي فيها 6 ديال الدوائر، وندير نفس الشيء للمجموعه الثانيه. نفس العمليه غادي نديرها للمجموعه الثانيه اللي كاينه في الصحن الثاني. نرش ديما الصحن بالنشا باش ما تلصقش، ونحط الدائره الاولى وندهنها بالزبده اللي ذوبتها. نستمر بنفس الطريقه، نحط واحد الدائره وندهنها بالزبده ونحط الدائره المواليه تنسالي. ودابا غادي نغطي الصحن اللي فيهم قطع ديال العجين، نغطيهم بلاستيك غذائي ونخليهم يرتاحوا لمده 4 ساعات ولا 5 ساعات. قداش ما خليتوهم يرتاحوا كيكونوا ساهلين، كيعطيكم الطوع باش تلقوهم نوجدوا المرحله النهائيه. دابا غادي نحضر الحشو. درت الكاوكاو دهنته بالزيت ودرتو في الفران يتحمص. اللوز حمصته يعني هكاك بالقشور ديالو من بعد ما مسحته، حمصته في الفران وتا هو هرمشته، ما كنطحنهمش مزيان. درت نص كيلو ديال الكاوكاو فول السوداني، يعني فول السوداني اللي كيقولوا المشارقه. ودرت اللوز، يعني اللوز تا هو حمصته في الفران وحاولت نطحنهم في الطحانه ديال اللوز. غير هرمشتهم. ممكن تستعملوا الخلاط اللي عندكم، يعني غير يتهرمشوا، ما تحاولوش تطحنوهم مزيان، يبقاو شويه ديال القطع شويه صحاح. غادي نحطهم في القصريه باش ندير باقي المكونات
عندي هنايا القرفه، درت 2 معالق كبار ديال القرفه، نص كيلو ديال اللوز ونص كيلو ديال الكاوكاو. الكاوكاو خديته بلا قشور، دهنته بالمعلقه ولا 2 معالق ديال الزيت وحمصته في الفران. اللوز تا هو حمصته في الفران من بعد ما مسحته من الغبره، ورمشتهم في الطحانه ديال اللوز. المهم النكت اللي عندكم ديال الخلاط. حاولت يعني ما نطحنش مزيان، خليتهم شويه صحاح. ضفت هنايا 4 المعالق ديال الزبده، 2 معالق ديال القرفه مطحونه، و4 المعالق ديال ما زهر. ممكن تضيفوا الزبده وتضيفوا ما زهر حتى تشوفوا الخليط ديالكم متجمع بالطريقه اللي بغيتو. يعني خصو يكون معلك ومدهون مزيان، ما يكونش ناشف وما يكونش نفس الوقيته يعني جاري. كما كتشوفوا كنحاول نجمعو باش نعطيكم الصوره كيفاش خصو يكون هذاك الحشو ديال الكاوكاو مع اللوز. نص كيلو ديال الكاوكاو، نص كيلو ديال اللوز، قرفه، زبده مذابه وما زهر. دابا غادي نغطي هذاك الحشو ديالي بلاستيك غذائي ونخليه على بال ما نطلق العجين. كنحاول نوريكم جميع المراحل بلا ما نسرع الفيديو نزولا تحت الطلب. بعض المتتبعات ديالي طلبوا مني انني نهضر وما نبقاش نكتب، خاصه في الفيديوهات اللي كتحتاج الشرح. دابا غادي نطلق العجينه. خديت المجموعه الاولى اللي فيها 6 ديال القطع كما كتشوفوا. من بعد 4 ساعات خليتها ترتاح 4 ساعات، وانا كنرش بالنشا باش ما تلصقش ليا في المدلك. غنطلقها بشكل طولي باش تاخد ليا الحجم ديال القالب اللي غادي ندير فيها. اذا كنحاول ناخد نفس القياس باش نطلق العجينه ديالي على القياس ديال القالب اللي غندخل الفران. القالب دهنته بالزبده مزيان، كندهنو مزيان بالزبده. دابا غادي نحاول نلوي هذيك العجينه على المدلك باش نحطها في القالب. القالب دهنته بالزبده مزيان وغادي نطلق فيه بالطريقه اللي كتشوفوا هذيك العجينه. نحاول نلصقها غير بشويه في القاع ديال القالب، وهذوك الجوانب اللي شايطين غادي نقطعهم بالمقص ولا بالموس. المهم تقدروا تستعملوا السكين وتقدروا تستعملوا المقص. انا غادي نقطع الجوانب وانا كنخلي الحاشيه شويه طالعه، يعني تكون شويه طالعه الحاشيه باش غادي نفرغ هذاك الحشو ديالي. كما كتشوفوا شويه طالعه. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. دابا غادي نحط الحشو ديالي ديال الكاوكاو واللوز القرفه والزبده المذابه وما زهر. كنفرغ بشويه بشويه بلا ما كنسيحها في الجناب، ونحاول تكون متساويه، ما يكونش طرف يعني واحد الجهه فيها بزاف جهه فيها شويه. نحاول يعني عيني ميزاني، نزيد لا كونتيتي يعني ما تخلعنيش. قداش ما كان الحشو كتير وغليظ يكون احسن. ممكن ديروا شويه اقل من هاد الكميه ديال اللوز والكاوكاو، ولكن قداش ما كانت الكميه كثيره كيكون احسن. كنحاول نحط بلا ما نخرج الحشو ديالي على العجينه، ديما في وسط العجينه. داكشي علاش خليت الحاشيه شويه ديال العجينه طالعه باش تجيني يعني مقاده. ملي غادي نحط الكميه الاخرى ديال العجينه اللي بقات باش غادي نغطي هذا الحشو، نحاول نقاد بيدي نبرك واحد شويه، نحاول نضغط واحد شويه. كما كتشوفوا كنحاول نضغط غير بشويه. دابا غادي نطلق هادوك 6 ديال القطع الاخرين اللي بقاو، حتى هما غادي نطلقهم بنفس الطريقه. العجينه رخوفه وعاطياني الطول،
تخليه ترتاح حتى 4 ديال الساعات ولا 5 ساعات. نطلقها مزيان بشكل طولي، ديما كنضرب الجوانب باش ما يبقاوش غلاض، ونحاول نقاد مزيان باش يكون متساوي، وانا كنرش بالنشا. بنفس الطريقه غادي نلوي هذيك العجينه على المدلك باش نغطي بها الحشو ديال اللوز والكاوكاو. نحاول نطلقه بشويه بشويه بالطريقه اللي كتشوفوا. دابا غادي نقادها، نضغط واحد شويه ونقطع الجوانب. كنحاول نقاد وانا كنقطع الجوانب اللي شايطين ونلصقهم، يعني نلصقهم على العجينه الاخرى التحتانيه. كنقاد بشويه بشويه من بعد ما قطعت هذوك الجوانب اللي شايطين. دابا غادي نجيب القطعه اللي فيها بحال المسطره، ناخذ العبارات يكونوا بحال بحال باش نقطع البقلاوه، نقطعها بطريقه متساويه. كنستعمل القطعه اللي فيها المسطره باش كنعبر، كناخذ نفس الحجم صافي. غادي نبدا نقطع ونحاول نهبط الموس لتحت باش تقطع لي العجينه التحتانيه. الحشو تيتقطع والعجينه التحتانيه حتى هي توصلها الموس. فهادوك الخطوط اللي درت بالقطاعه ديال المسطره ممكن تستعملوا المسطره ولا عينكم ميزانكم باش تجي عندي قطع متساويه. كنضرب الموس للاسفل حتى نحس بان العجينه تقطعات والحشو حتى هو تقطع. نهبطوا الموس لتحت حتى نحسوا براسنا قصنا ديك العجينه التحتانيه. غادي ندور دابا ونقطع بشكل مائل، ممكن تقطعوا المربعات ولا معين، كتجي زوينه بشكل مائل، وتحكموا في الطول اللي بغيتو. ممكن ديروا قطع كبيره ولا قطع اصغر من هذا الحجم اللي درت انا. ديما كنمشي في نفس الاتجاه، كنمشي للخطوط اللي درت في الفوق وكنزل عليهم باش يجيوني مقادين. وريتكم جميع المراحل بلا ما نسرع الفيديو.
دابا غادي ندهن بالزبده اللي ذوبتها، ندهن بمربع بمربع. الزبده كتعطيني اللمعان والقرمشه. دهنت بالزبده بقطعه بقطعه. ودابا غادي نجيب اللوز وندير كل لوزه فوق واحد المربع ولا معين على حسب التقطيع اللي درتي. قطعته انا بشكل مائل، كندهن مزيان. دابا غنجيب اللوز ونحاول نحطو بحال كنغرسو، يعني يبدا بالراس، نغرسو واحد شويه ونضغط. كندخل الراس ديال اللوزه هو الاول، هذاك الحاد، ندخل واحد شويه ونضغط. نتمنى ان الشرح يكون باين. اذا ملي نكون كنحط اللوزه نحطها في الوسط ونبدا بالراس هو الاول، نضغط واحد شويه باش يدخل في العجينه، باش ملي نحطها في الفران يطيب ما تحيدش هذيك اللوزه. اذا غادي نضغط، ندخل الراس هو الاول ونضغط بالابهام ديالي. نتمنى هذا الفيديو انه يعجبكم وتشتركوا في القناه، تشجعوني بالتعليقات الجميله وبالملاحظات ديالكم والاقتراحات ديالكم. كنحاول ندير الزبده فوق اللوزه باش تعطيني واحد اللمعان وما تحرقش. اذا كل اللوزه كنحاول ندهنها حتى هي بالزبده اللي ذوبتها، كتعطي واحد المنظر زوين وفي نفس الوقت ما كتحرقش ملي كنحمرها. الفران ديجا سخنته، خليه كيسخن وانا كنصاوب، لان خصني نحط فيه القالب يكون ساخن، الفرن يكون ساخن مزيان. ملي يكون كنحضر نديرو كيسخن، لان الفران الحجم ديالو كبير كيخصو مده طويله باش يسخن. دابا دهنت اللوز بالزبده، ممكن تخليو العجينه ترتاح عاوتاني واحد المده ساعه ولا ساعتين، ولا تحطوها مباشره من مورا باش تساليو. حطيتها في الفران الساخن على درجه 180، طيبتها من التحت ومن بعد حمرتها من الفوق. نحاول نهز واحد القطعه ونشوفها من التحت للجوانب واش هي طيبه من التحت، تيكمل الطياب ديالو من التحت عاد نحمرها من الفوق. وكنسقيها بالعسل الساخن وهي ساخنه، يعني مباشره ملي نحيد القالب ديال البقلاوه من الفران نسخن العسل وندير العسل فوق البقلاوه، نسقي مزيان كما كتشوفوا، ما كنسرعش. كنوريكم شحال من مغرف درت ديال العسل، عسل صنع منزلي. تنزل لكم الفيديو ديال العسل باش ما يجينيش فيديو طويل، درت فيديو ديال العسل بوحدو. دابا قدمتها في الصحن، جات لذيذه والحشو معلق ومسقي بالعسل مزيان. ملي كنسقيها بالعسل كنخليها ترتاح وثاني واحد المده. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وتجربوها في الدار وتشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس باش ديما نقدم لكم الجديد. شهيه طيبه وكل عام وانتم بخير.